السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده الفيديو حلو قوي قوي ومختلف وجميل، وان شاء الله هتحبوه جدا جدا. هنحكي النهارده عن الجنه ونعيمها واللي ربنا اعده لعباده الصالحين. وطبعا مهما اتكلمنا كتير قوي قوي مش هنقدر نوصف ذره من جمالها اللي فيها، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنتعب في الدنيا، هنتعب، لكن هنرتاح قوي قوي في الاخر لما نخالف شهواتنا ونلتزم بطاعاتنا. هنفوز بالجنه في الاخر. محضره لكم بقى مجموعه سلسله، يعني حلقات عن الدار الاخره ويوم القيامة، لكن حبيت ان انا ابدأ بالجنة عشان يكون عندنا حماس كده. وحبيت ان نتكلم عن الجنة والنعيم المنتظر للمتقين والمؤمنين والصالحين. فركزوا معايا جدا جدا في الفيديو ده. عايزاكم تستحضروا كده قلبكم، ويعني تتخيلوا كل حاجة انا هقولها هنا في الفيديو عشان يعني الكلام يوصل لقلبكم ان شاء الله. يلا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. هنتكلم بقى في الفيديو ده عن عدة نقط كده عايزة اعرفكم بيها في الاول. هنتكلم عن دخولنا للجنة، ايه الهيئة اللي هندخل بيها الجنة، بعد ما هندخل الجنة ايه النعيم المعد للمتقين ان شاء الله، بيوتنا شكلها عامل ازاي، هنلبس ايه، هناكل ايه، صفات اهل الجنة عاملة ازاي. وهنتكلم عن اجمل لحظة هتمر علينا لما ندخل الجنة ان شاء الله، بس مش عايزة احرق لكم دلوقتي هتكون ايه هي، عشان ان شاء الله تحسوا بيها كده وتدخل قلبكم جدا لما هاجي اقولها ان شاء الله ساعتها. طيب يلا بقى نبدأ. بصوا بقى، طبعا احنا عارفين ان احنا يوم القيامة هيكون الموقف صعب جدا جدا. الجو حر قوي قوي والشمس شديده وحر قوي. الموقف مهول يعني، وهنكون واقفين، الوقفه بتاعتنا هتكون لسنين واقفين، وهنكون عطشانين قوي قوي. فاحنا المفروض هنمر على الصراط. طبعا موضوع الصراط ده عايز فيديو، يعني في فيديو ان شاء الله تاني ان شاء الله هذكر الصراط وهنتكلم عنه باستفاضه. بس انا حبيت اقول لكم دلوقتي الموقف قبل دخول الجنه. فقبل ما هنمر على الصراط المفروض هنمر على الحوض اللي هنشرب منه، لكن مش كل الناس هتشرب من الحوض. مين بقى اللي هيشرب من الحوض ده؟ الناس اللي هتشرب من الحوض هم المؤمنين والمتقين اللي ما اشركوش بربنا سبحانه وتعالى، واللي ما خرجوش عن سنة رسول الله. هم دول اللي هيفوزوا بالشرب من الحوض ان شاء الله. طيب خلاص بقى شربنا من الحوض ومشينا على الصراط. اللي هيدخل الجنة هيدخل بقى، واللي هيدخل النار هيدخل. تعالوا بقى نتخيل مع بعض موقف الدخول بتاع الجنة. تمام. ربنا سبحانه وتعالى يعني اخبر يعني في القرآن الكريم عن قدوم اهل الجنة. وقال بسم الله الرحمن الرحيم: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شفت بقى الجمال؟ عارفين بقى ان الجنة يعني عددها 8 ابواب. تخيلوا 8 ابواب، والابواب كبيره قوي قوي. طيب مين اللي قال لنا الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. روي عنه ان هو قال لنا ان ابواب الجنه 8 ابواب. بيدعى كل مؤمن الى الابواب دي، كل واحد على حسب عمله. يعني اللي محافظ على الصلاه في وقتها وملتزم بيها على اكمل وجه هيدعى من باب الصلاه، واللي ملتزم بالصوم وصيام السنن هيدعى من باب الريان، واللي ملتزم بالصدقة أو بينفق في الخفاء هيدعى من باب الصدقة إلى آخره. لما سيدنا أبو بكر بقى سمع سيدنا محمد بيقول كده، راح سأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: طيب هو ممكن حد يدخل من جميع الابواب؟ راح سيدنا محمد قال له: طبعا، واتمنى انك انت تكون منهم. طب دلوقتي حد هيسال: لو انا دخلت من باب واحد ده فيه مشكله؟ لا خالص، بالعكس، بس الاهم ان احنا نكون فزنا في الاخر بالجنه. طيب اول شخص بقى هيتفتح له ابواب الجنه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتتفتح له الابواب، فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين، فهيخر ساجد سيدنا محمد، فهيقول له رب العالمين: ارفع رأسك يا محمد. فيسجد ويدعو ويقول: امتي امتي، فيتشفع لامته، فتفتح الابواب وبيدخل بقى مع سيدنا محمد في الابواب اليمنى للجنه الناس اللي سيدنا محمد اتشفع لهم.
طيب بالنسبة بقى للأبواب دي، الأبواب طبعًا كانت مقفولة، طب هل هي هتتقفل تاني؟ لأ خالص، الأبواب مش هتتقفل تاني خالص، يعني عشان هنكون بحريتنا تمامًا، الملائكة هتدخل علينا وهتخرج بكل حرية، لإن هي دار أمن مش زي الدنيا. فربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. طب دلوقتي بقى أهل الجنة بقوا في الجنة وأهل النار بقوا في النار. ربنا سبحانه وتعالى هينادي أهل الجنة، هيقول لهم: يا أهل الجنة، انتوا عارفين ده ايه؟ هيتم ذبح كبش، هيتم ذبحه، فده بيمثل الموت. فربنا هيقول لأهل الجنة: عارفين ده ايه؟ هيقول لهم: ده الموت. فليه اتذبح بقى؟ ده عبرة، ده قصدي دليل على الخلود، يعني ان اهل الجنة دول خالدين في الجنة. وده يعني عشان اهل الجنة يبقوا فرحانين وسعداء بخلودهم في الجنة. هينادي ربنا سبحانه وتعالى برضو اهل النار، هيقول لهم: انتوا عارفين ده ايه؟ هيقول لهم: ده الموت، تم ذبحه. ده برضو بيدل على ايه؟ ان هم خالدين برضو في النار، وده حسرة وندامة على اللي هم هيبقوا فيه، لان هم هيفضلوا خالدين في النار. يا جماعة لما هندخل الجنة ربنا سبحانه وتعالى هيشيل من قلوبنا الحقد والغل والغيرة والحسد والتنافس، وهنكون أخوة متحابين جدا جدا في الجنة. هنتقسم في الجنة لقوافل، كل قافلة على حسب عملها: قافلة المجاهدين، المحافظين على الصيام، المحافظين على الصلاة، المحافظين على الذكر، وهكذا. دخلنا الجنة الحمد لله خلاص. تعالوا بقى نحكي كده شوية عن النعيم اللي هيكون في الجنة، وعايزاكم بقى تتخيلوا كم الجمال اللي هنشوفه دلوقتي. أول ما هندخل الجنة إن شاء الله هنلاقي نهرين. أول نهر لما هنشرب منه هيتشال من بطوننا الأذى. طب تعالوا نحكي كده حكاية عن الموضوع ده. في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم جه يهودي بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: مش انت بتزعم ان أهل الجنة دول هياكلوا وهيشربوا؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أيوة طبعا، وكتير جدا جدا، وإن الواحد منهم هيكون عنده قوة 100 رجل في الأكل والشرب، في الأكل والشرب والشهوة. فقال له اليهودي: طب من اللي بياكل ويشرب ده هيكون عايز دي حاجته؟ فقال له الرسول إن أقضاء الحاجة ده في الجنة هيكون عبارة عن عرق هيطلع من جلود أهل الجنة دول مثل المسك. تخيلوا، يعني اختصارا كده احنا هناكل وهنشرب، بعد كده مش هنحتاج ان احنا ندخل يعني الحمام. الجنة طاهرة جدا ما فيهاش الكلام ده خالص. شوفوا حتى العرق اللي هيطلع مننا هيكون عبارة عن مسك. شفتوا الجمال يعني؟ طيب النهر التاني بقى لما هنشرب منه ان شاء الله ده هيشيل من على وشنا، قصدي هيخلي وشنا هيرجع له النضارة والشباب. وكمان لما هندخل الجنة ان شاء الله هيتذبح لنا ثور كان بياكل من اطراف الجنة، هيتحضر لنا وناكله اول ما نخش الجنة. الشرب في الجنة هيكون من عين اسمها سلسبيل. طيب تعالوا كده هنحكي عن نهر اسمه نهر الكوثر. نهر الكوثر ده هبة وعطاء من الله سبحانه وتعالى. ربنا وراه لسيدنا محمد أثناء رحلة الإسراء والمعراج. نهر الكوثر ده عامل ازاي؟ أرضه مسك، وعليها اللؤلؤ والياقوت، وحفته من الذهب. طعمه وريحته ولونه مش زي انهار الدنيا خالص، لا ده احلى من العسل، طعمه احلى من العسل. لونه ابيض من التلج، يعني هيكون ابيض من التلج، وريحته مسك. تعالوا كده بقى نتخيل مع بعضينا بيوتنا هتبقى شكلها عامل ازاي في الجنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال أنها لبنة من فضة ولبنة من ذهب ومليطها مسك وحزبها اللؤلؤ والياقوت وترابها زعفران. اللبنة دي زي طوبة ذهب وطوبة فضة، والمونة اللي في نصها اللي زي الأسمنت كده من المسك، وتراب الأرض من الزعفران. تخيلين الجمال يا جماعة. في بيوت بقى هتبقى زي اللؤلؤة طويلة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه قال برضو إن لونها لون اللؤلؤ ده هيبقى أخضر أو أحمر أو أصفر، والحيطان والأرض هتبقى من اللؤلؤ. طيب ما كده البيوت هتبقى شبه بعضها. سيدنا عبد الله ابن عباس قال أن الناس يعرفون بيوتهم في الجنة كما يعرفونها إذا انصرفوا من صلاة الجمعة. يعني هنبقى عارفين بيتنا فين وهنرجع له، يعني هنبقى عارفين شكله، مش هنتوه عنه أبدا. البيوت هتكون ليها البيت الواحد هيكون ليه 70 باب، كل باب من الضرفة للضرفة دي يعني زي اللؤلؤ.
تخيلوا بقى كده الجمال، حاجة كده قمة في التحافة، يعني تحفة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روي أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرزت له نخلة في الجنة. يعني كل ما نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هيتغرز لنا نخلة في الجنة. تخيلوا بقى بيتكم بقى هيتملي نخل في الجنة. ونخل الجنة ده ايه بقى؟ مش اي نخل، مش النخل العادي بتاع الدنيا ده، لا، ده حاجة كده ملهاش وصف، مش هنقدر ان احنا نوصفها. فالجنة يا جماعة مش مجرد بستان كده بالمفهوم المتعارف انها عبارة عن جنينة وورود وكده، لا، هي هتكون فيها قصور ومليانة بالقصور والبيوت والخيام اللي هنعيش فيها، اللي هيعيش فيها المؤمنين خلال حياتهم الخالدة في الجنة. القصور في الجنة اللي ان شاء الله المؤمنين هيكون ليهم قصور منها ان شاء الله، عاملة ازاي؟ هتكون معمولة من الأحجار الكريمة، مش زي الخيام والبيوت اللي من الطين وغيرها من بيوت الدنيا او البيوت المتعارف عليها حاليا، لا، ده قصور الجنة يا جماعة. تخيلوا من الأحجار الكريمة، متخيلين ازاي؟ هتكون من الزبرجد والدر والياقوت. وأطلق القرآن على مساكن المؤمنين بالغرف، مفردها يعني مفرد غرف دي غرفة، اللي بالمعنى يعني البلدي اللي هي الحجرة يعني أو الأوضة. هتكون من الزجاج واللؤلؤ والبلور. تخيلوا، يعني أنا نفسي تتخيلوا معايا كمية الجمال اللي هنكون فيه إن شاء الله. بقى نحكي هناكل إيه وهنلبس إيه في الجنة. تخيلوا بقى معايا كده كمية الجمال اللي هيتقال دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه أخبر يعني عن لباس الجنة أنه تشقق عنها ثمرة الجنة. يعني لو أنا عايزة مثلا ألبس حاجة هنلاقيها على الثمار اللي في الشجر بتاع الجنة. واللبس ده من الاستبرق والسندس، يعني من الحرير الأخضر. طب ايه الفرق طب ما بين الاستبرق والسندس؟ الاستبرق ده الحرير اللي هو التخين، السندس ده الحرير الرقيق يعني. وهتكون هيكون لبسنا ده على مقاسنا بالظبط، يعني مش فيش حاجه كبيره بقى، مفيش حاجه، لا، هيكون على مقاسنا بالظبط. مجرد ما هتروحي هتاخدي اللبس بتاعك هتلبسيه هتلاقيه على مقاسك بالظبط. اللبس ده هيكون بيلمع وبيبرق ومزين وفي جميع الزينه وعليه لقالق، وبصوا قمه في الجمال. يعني هيبقى لبس كده هو محدش يقدر انه يوصف جمال اللي احنا هنكون فيه ان شاء الله. كمان هيكون في حلي وزينة من الذهب والفضة واللآلئ متوفرة بكثرة كتيرة جدا لينا. طب تخيلوا بقى ان مش احنا عارفين ان الرجال طبعا محرم عليهم ان هم يعني يتحلوا يعني بالزينة زي الذهب والفضة، لكن بقى في الجنة هيكون ليهم الذهب والفضة ده متاح جدا، واللآلئ وكل حاجة عادي ان هم يتزينوا بيها في الجنة. طب انتوا عارفين يا جماعة بقى ان الخمرة اللي هي من الكبائر اللي محرمة جدا جدا في الدنيا هتكون محللة لينا في الجنة، وهنشرب ما نشاء منها. كل ما تشتهي نفسنا من اكل وشرب وكل حاجة هنلاقيها في الجنة قدامنا. مجرد ما هتفكري فيها بس هتلاقي الحاجة قدامك جميل، يعني معمولة. يعني مثلا لو جه في بالك اكلة معينة هتلاقيها قدامك مستوية وجميلة ومحطوطة قدامك بشكل حلو جدا جدا. تخيلوا بقى، يعني بصوا خلاص بقى عايزين ندخل الجنة يا جماعة بقى خلاص. هنشرب من عين اسمها سلسبيل. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تخيلوا بقى يا جماعة الجمال. كمان احنا في الجنة يا جماعة مش هيبقى فيه شمس، مش هنحس بحر والصهد ودوت والبرد ولا الاحاسيس دي خالص. ربنا قال في القرآن: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هواها معتدل جدا. الجنة مليانة بالانوار، يعني ما فيهاش شمس، مش محتاجين للشمس احنا ولا للقمر. وقد شبه بقى ابن مسعود رضي الله عنه الطقس بتاع الجنة كما بين طلوع الفجر والشمس. شفتوا بقى الوقت ده جميل ازاي؟ ده الطقس بتاع الجنة، يعني هيبقى جميل قوي. ربنا كمان قال كمان في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: ودانية عليهم ظلالها، ودانية عليهم ظلالها. يعني الاشجار فوقنا هتبقى مضلله علينا وحميانه كده، وده زياده في النعيم.
وقال تعالى برضو في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: وذللت قطوفها تذليلا. يعني ايه؟ يعني هنلاقي الفاكهة كده والثمار نازلة لحد عندنا، مش هنحتاج بقى ان احنا نقعد نتشعلق في الشجرة ولا نتسلق ولا نطلع نجيبها بنفسنا، لا، هي هتكون يعني نازلة لحد عندنا كده. حتى لو احنا قاعدين على الارض هنلاقيها نازلة لحد عندنا عشان ناكل منها. وكمان صح، كل ما هناخد ثمرة هيجي مكانها ثمرة تاني في نفس الوقت. شفت سبحان الله يا رب. تعالوا بقى كده نشوف او نتخيل مع بعضينا شكلنا يا جماعه يبقى عامل ازاي في الجنه. ما تقوليش بقى ان احنا يبقى شكلنا كده ونفس شكلنا، لا لا خالص، لا لا. عارفين بقى شكلنا هيبقى عامل ازاي؟ عمرنا هيكون في سن ال30، وده طبعا احسن سن للانسان، يعني سن ال30 ده في عز الشباب. هنكون على هيئة سيدنا آدم، طولنا هيكون 70 ذراع زي سيدنا آدم عليه السلام. أول مجموعة هتدخل الجنة هيكون شكلهم كالقمر ليلة البدر. شفتوا الجمال؟ المجموعة بقى اللي بعدهم اللي هيدخلوا الجنة هيكونوا ككوكب من الدرر المضاءة. يعني بصوا بقى هنبقى منورين وحلوين ازاي. هيبقى شكلنا طبعا احلى واجمل بكتير بكتير من شكلنا في الجنة. تخيلوا بقى يا جماعة الحلاوة، يعني انا عايزة اروح الجنة بقى يا جماعة، مش معقول. نيجي بقى لأجمل واحسن لحظة في الجنة اللي قلت لكم عليها اول الفيديو، اللي انا ما كنتش عايزة احرقها. عايزاكم بقى يا جماعة تركزوا جامد قوي قوي، يعني انتوا ممكن تعيطوا يعني، وانا عايزاكم تعيطوا. تعالوا بقى نتخيل مع بعض الجمال. ايه بقى اجمل لحظة هنشوفها في الجنة واعظم نعيم هنشوفه في الجنة؟ هو ايه؟ هو رؤية ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى. اذا دخل اهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، أي ينكشف الله عز وجل لهم ويروه، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى الله عز وجل. فده أكبر نعيم يا جماعة وأكبر لذة في الجنة. يا رب يرزقنا رؤية وجه ربنا الكريم يا رب إن شاء الله كلنا، وما يحرمنا أبدا أبدا من اللحظة الجميلة دي. طيب هو احنا كلنا هنشوف ربنا وهنال المتعة العظيمة دي؟ لا، مش كلنا هنشوف ربنا. طب عشان نشوف ربنا طيب نعمل ايه؟ بص بقى، في 6 حاجات لازم نتحلى بيهم عشان نقدر ننال المتعة الجميلة دي. اول حاجة اننا نحب لقاء الله ورؤية وجهه سبحانه وتعالى. فروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: من احب لقاء الله احب الله لقائه، ومن كره لقاء الله كره الله لقائه. تاني حاجة اننا نبعد عن الذنوب والمعاصي. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب مين هم ال3 دول؟ المسبل، المنان، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. طب مين هم؟ اول واحد ده اللي هو يعني بيجر ثوبه وراه، اللي هو بيبقى ثوبه طويل يعني وراه وبيجر وراه، ده عشان ده بيدل على الكبر والتعالي وكده. تاني واحد المنان، اللي بيمن على يعني على حد، يعني مثلا حد يعني واحد اداله فلوس مثلا فيقعد يمن عليه ويذله بالفلوس اللي هو اداها له دي. المنان اللي بيمن على الاخر يعني. رقم 3 اللي هو المنفق سلعته بالحلف الكذب. يعني ايه؟ يعني اللي بيحلف عشان يزيد تمن السلعة اللي بيبيعها. يعني يقول مثلا والله انا اشتريت الحاجة دي ب10 وهي اصلا كان شاريها ب8. فاهمين؟ فبيحلف عشان يبيع سلعته يعني. تمام. طيب بالنسبة بقى للنقطة الثالثة، المحافظة على الصلوات كاملة، وخاصة بقى ايه؟ صلاة الفجر والعصر. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال فيما معنى الحديث اننا هنشوف ربنا زي القمر في ليلة البدر. يعني ايه زي القمر في ليلة البدر ده؟ ايه يعني هنشوفه بوضوح شديد جدا جدا. عشان ننال بقى الحاجة الجميلة واللذة العظيمة دي نحافظ على الصلوات اللي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهما العصر والفجر. طيب رقم 4، ندعي ربنا أن يرزقنا رؤيته ويكون في لساننا على طول دعاء: اللهم لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم إن شاء الله. رقم 6،
الإحسان. فقال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجه الله تعالى. رقم 6 وهي الأخيرة أن يموت العبد وهو على دين الإسلام. فالكافرين يعني دول مش هيشوفوا وجه ربنا سبحانه وتعالى. لو عايزين نعرف الطريق اللي يوصلنا للجنة اسمعوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جماعة احنا خلصنا بقى فيديو النهاردة. يا رب يا رب تكونوا استمتعتوا كده بالرحلة الجميلة بتاعتنا في الجنة. ويا رب يا رب يرزقنا كلنا بالجنة ونعيمها. طبعا يعني الواحد مهما هيتكلم مش هيقدر انه يوفي كمية الجمال اللي احنا هنشوفه. وطبعا برضو انا حاولت اني انقي او اختصر شوية عشان يعني الموضوع ما يكونش طويل قوي قوي وتحبوا الفيديو كده ويكون خفيف على قلبكم وتستمتعوا بكل لحظة فيه. فاتمنى ان هو يكون وصل لقلبكم ان شاء الله يا رب. وان ما تنسوش ان كنتم تدعوا لي معاكم دايما. ونلقاكم بقى ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله عن برضو رحلتنا في الاخرة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.